بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل وصفة النهاردة حلوة. يعني وصفة شعبية كده حلوة والناس كلها بتعملها. هنحتاج في الوصفة دي بس الأول نذكر ربنا كده. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه أينما كان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدعاء ليا وليكم يا جماعة، اللهم تقبل اللهم تقبل، آمين آمين. دلوقتي بقى هنعمل، أنا حضرت الفراخ طبعا غسلتها حلو جدا بالملح والدقيق، وطبعا الغسله اللي انتوا عارفينها، وتبلتها اهي. قبل ما بسلوها بتبلها كمان. وهحط في الشوربه بتاعتها جزر وكرفس او اي خضار عندك، بقدونس، اي حاجه، بقدونس او كزبره خضراء طبعا مش جرجير، وطماطمايه وصلصه وتوم وملوخيه. الملوخيه دي انا كنت عامله فيديو ان انا مجهزاها، وقلت لكم على طريقه التخزين. عملت منها تخزين كامل، ان هي خالصه بكل حاجه، يعني بالتقليه بتاعتها وكل حاجه. وفي منها جزء انا شلته زي ده كده، انا ده شلته وهعمله دلوقتي. ودلوقتي انا هحط الفراخ تتسلق، والميه سخنت بتاعه الفراخ. هحط فيها اللي هي الخضره الحلوه دي عشان تدي طعم حلو كده للفراخ. وهبتدي بقى اسقطها كده واحطها لما تتسلق، وبعد كده نكمل وصفتنا. شوفوا شكل الشوربه قبل ما تتعمل، شايفين شكلها حلو ازاي من الخضره والحاجات اللي انا حطيتها عليها. لو عندكم اي فرع، اي حاجه، فرع بقدونس، فرع شبت، فرع كزبره خضراء بس مش جرجير وتحطوها تديكوا طعم حلو. لو كرفس بقى يا سلام، تدي طعم هايل هايل. جربوها الوصفه دي وجربوا الطريقه دي هتعجبكم، اللي هي عروش الخضره اللي عندكم. وعلى ما الملوخية بقى ان شاء الله كده تفك بالسلامة، اللي انا مجمداها طبعا عندكم الطريقة، طريقة التجميد وطريقة الحفظ انا عاملاها في الفيديو، شوفوها حلوة جدا هتعجبكم. تعالوا نقول فوائد الملوخية. اولا الملوخية دي بتسيطر على الضغط، الدم. اللي عنده ضغط الدم دي بيسيطر على ضغط الدم، وبتعزز صحة القلب والوقاية من هشاشة العظام طبعا. وبتحتوي بقى على الألياف والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. فعشان كده هي بتقينا من فقر الدم لأن فيها حديد. وكمان وبصوا بقى فيها ايه كمان ملوخية، ده انتوا لازم تاكلوا منها تشربوها كده شرب فيها كمان فيتامين A وبي وكي وإي وسي. يعني الملوخية دي أكلتها لوحدها أجزخانة، فلازم تحافظوا على أكلتها يا جماعة. بعد ما غليت الملوخية وزودتها، دلوقتي بعمل بقى الإيه، الطشة، التشوشة. طبعا الثوم ما بياخدش لون جامد عشان خاطر ما يمرضش. احط بقى معاها شوية الكزبرة، بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب بقى كده، طبعا هي خدت اللون كده الحلو اهو. انا حاطه لها بقى التكاجي اللي هما معلقه صلصه. حبه حلوين كده، وهتبقى احلى ملوخيه هتدوقوها لما تجربوها بالطريقه دي. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. شويه بقى بتوع الطاسه دول بقى اللي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هما بيبقوا طعمهم يا سلام. ولسه بقى العيش السخن لسه جايبين لسه عيش سخن. ويلا بقى تعالوا نغرف. والملوخيه اهي بعد ما عملت لها التقليه وحطيت لها الطماطم بتاعتها زي ما انتم شفتوها كده بعد واتغرفت. وانا عايزاكم تجربوها بالطماطم هتعجبكم قوي. والرز طبعا المسقي بشوربه الفراخ البلدي الجميل الحلو طعمه زي العسل طبعا. والشوربه والعيش الملهلب الملهلب والفراخ طبعا البلدي الجميله معاها. يا رب الوصفه تعجبكم، تاكلوها بالف هنا وشفا ليكم لما تعملوها.